مطلوب عشان ادخل كليه تمريض بعد المعهد. انا جايب 3.39 لغايه 23، ده يعتبر بي بلس. بالنسبه المئويه من 80 الى اقل من 85. طيب لو جايب بي فقط يبقى انا جايب من 3 ل 19 لغايه 3. طيب بالنسبه المئويه من 75 الى اقل من 80. زي ما قلت لكم وفعلا حصل، مش مجرد اللي انت تجيب فوق 75% في مجموعه. انت لو ناوي على كليه تمريض لازم تحط في دماغك من اول سنه اللي انا ارتب على الدفعه، يعني اقل حاجه ابقى اكون ضامن ان انا اجيب امتياز. لكن كوني جايب جيد جدا في التنسيق مع الظروف اللي احنا فيها دي ما هيش مضمون. فاللي مطلوب منك ان انت تذاكر كويس جدا وتحط هدفك ان انا ارتب على. طيب يا دكتور، انا تقديري مش حلو خالص في الترم ده، عادي ممكن تعوض وممكن تطلع من الاوائل، فالدنيا ما وقفتش. بتقول لنا بتطمنينا يا دكتور؟ لا والله، انا في طلبه كتيره كانوا تقديرهم يعني مش حلو ابدا ابدا، يعني بسم الله ما شاء الله اتفاجئت ان هم جابوا امتياز ودلوقتي بقوا ما شاء الله فخر وفخوره بيهم حقيقي. ممكن تعوض جدا، فالدنيا ما وقفتش خالص. اللي انت جبت ده تقدير مش كويس، فالفرصه ان انت تعوض متاحه ان انت تعوض.